خلينا نتكلم بقى في حاجة ممكن تبقى حساسة شوية، تزعل أو تفكر ناس، أو عادي مش انت لوحدك. زي مثلا ايه، عملت انجاز في حياتك واهلك مش من النوع اللي بيقولوا لك شاطره. جبتي درجات حلوه مثلا لو انت صغيره مش بيقولوا لك شاطره، بس لما تنقصي بتتضربي. أم... عملتي انجاز في الشغل، شركه كبيره قبلتك، اي نوع من الانجازات اللي انت عملتيها، فانت بيبقى اوتوماتيك عندك ايه، ان انت عايزه تحتاجي لما بيجيلك كلام حلو من بره على ما بتتصدقي ممكن تمسكي فيه بايدك واسنانك. وممكن اصلا الشخص اللي بيقولك كده يعني اعتقد في ناس ممكن تعجب بيه من درجه لدرجه من، علشان هي عندها مثلا ستيل جفاف عاطفي ممكن نقول عليها. لو انت بتتشدي للناس بسرعه بسهوله مجرد يتقالك كلمتين حلوين، لازم تعرفي ان دي مش حاجه كويسه خلاص. وفي نفس الوقت اللي انت عجبتي فيه بيه ده مش شرط ان هو يبقى الشخص الصح لمجرد ان هو عمل كده. فانت اللي هو ايه، ما تتشبثيش على طول، تشبث يعني. الموضوع لما بيبقى اوفر في دماغك حاولي تخليه هادي، قللي التون بتاعته. اوكي، مش عايزاكي تبقي مدلوقه، مش عايزاكي تبقي ضعيفه، مش عايزاكي تبقي انت في عين نفسك فاضيه. يا رغم ان انت لو تاخدي بالك انا بقول لك ان انت بتعملي انجازات كتيره قوي وناجحه وذكيه وشاطره، بس من ناحيه انت مش حاسه بده. فانت بالنسبه لك كانك ما بتعمليش حاجه، رغم ان انت في عيون ناس كتيره ممكن تبقي ناجحه بس انت مش حاسه بده. لان انت سبحان الله على قد ما البني ادم ممكن يعمل ويبقى شاطر وذكي وعنده انجازات، بس ستيل لو ما بيجيلوش مثلا كلمه حلوه يحس ان هو ما بيعملش حاجه. في بعض الناس كده وفي بعض الناس لا، هو شايف نفسه دي نعمه حلوه قوي عند الناس بعضهم. فانا مش عايزاكي تبقي مدلوقه. اول ما تلاقي نفسك انجرفتي كده في مشاعر، طب فكري فيها بالراحه، هل ده صح ولا غلط؟ طيب لو حد قال لي شاطره وبرافو عليكي ومش عارفه ايه، طب هل ممكن تيجي من حد تاني؟ طب ايه اللي مخلي ده مميز قوي يعني؟ تاني حاجة ممكن اقولها لك تبرد مشاعرك في الحتة دي، عارفة الوريث بتاع شركة جهينة؟ يعني صاحب شركة جهينة الاب لسه عايش، فابنه هو اكيد الوريث، بس والده لسه عايش. كان في انترفيو بيقول يعني مهما يعمل ومهما ينقذ الشركة مثلا من فلوبس أو وقعات أو يعمل إنجاز أو يعمل حركة كويسة، والده لغاية دلوقتي ما بيقولوش شاطر. he doesn't cheer him up. فهو متعود على حاجة زي كده وهو راجل كبير. فحسيت اللي هو إيه، إذا كان يعني زي ما نقول ايه، مثلا كاتيجوري تاني من الناس عنده شركة كبيرة واكبر شركة في مصر وعايزين يتوسعوا بره، والعائلة دي عندهم نفس المشكلة بتاعت عائلات تانية، بتاعت طبقات تانية. يعني مش شرط يعني مش حاجة مش مختصة بي او سي كلاس، بس هو كمان الاي كلاس فيهم نفس المشكلة. فدي من الحاجات اللي ممكن تبرد قلبي لو انا مكانك، او ممكن يعني تبرد قلبك انت كمان، اللي هو خلاص مش انا مش لوحدي. طيب ومع ذلك برضو ايه، هو ستيل ناجح، هو ستيل مشهور، هو ستيل واثق في نفسه، هو ستيل مش مدلوق على الناس، ستيل كاريزماتيك، ستيل ناجح، ستيل مش مركز ده بيقول عليا ايه وده مش بيقول عليا ايه وشغل نفسه بغيره. لا، يعني عادي يكون عندي المشكلة الكبيرة العويصة دي وستيل أنا شخص ناجح واثق من نفسي وعرفت أبني عيلة تحبني وتسبورت مي وتدعمني. بس طبعا قبل ما يبقى عنده عيلة برضو ايه، ما هو اللي بنى العيلة دي بنفسه، وكان ينقصه بعض الكلام المشجع اللي يبوشهم يبوستهم قدام، صح؟ فأنا مش عايزة حاجة زي كده تكسر مقاديفك. اوكي، بالعكس، احنا لما بنشوف قصص نجاح لناس بتبقى ناجحة قوي ونيجي نسمع قصتهم بدأوا ازاي وبتكون قصتهم من الصفر، بحس قد ايه انه واو، وانتي كمان بتستارت ادماير هيم، او تحسي ان انتي الشخصية دي انتي كده تحسيها معجبه بيها. فاهمه قصدي؟ مش عارفه ليه محروجه كأن في حد بيبص لي. طب حلو قوي، انت دلوقتي ست الكل عندك مشكله اوكي ومضايقاكي في حياتك وحاسه ان انت مش بتتقدمي بسببها. طيب وات اف ان انت ليكي قصه نجاح زيك زيه، ليه بقى تيجي عند ما يحصل لك مشكله تشتكي وتقعدي وتعيطي وتكتئبي وما تعمليش حاجه لما يجيلك اللي انت عايزاه؟ امال اسمها قصه نجاح ازاي؟ فاهمه؟ يعني احنا بنحب المشاكل، احنا بنحب نشوف المشاكل وقصص المعاناة والتضحيات والحاجات دي كلها من ناس تانية وتنجح شكلها حلو كده من بعيد. طب انت عايزة زي حاجة زي كده تيجي تتحطي فيها، ما معلش ما يستبس، انت مش عايزة تنجحي على طول، ما هو مر بالستيجز دي كلها من تحت، لا انت عايزة لفوق بس.
الجو تراب، الجو تراب مش هوا بس. يعني انا عايزاكي اول ما تشوفي اي مشكله عندك، اي حاجه مضايقاكي، دي بتبني عندك حاجه قويه قوي. يعني امسكي نفسك وعديها، هتلاقي نفسك بعد كده قدام الموضوع بقى بسيط. يعني فكري فيها مشكله عندك وانتي صغيره، مثلا كنتي بتخافي من الضلمه وكبرتي ولسه بتخافي من الضلمه زي، بهزر، حاجه كنتي بتخافي منها زمان او ما بتحبيهاش زمان، شوفي لما كبرتي دلوقتي عدت عليكي ازاي. صح. طيب اللي بيحصل لك دلوقتي مصيره يبقى بارد، يبرد في عينيكي قدام. مصيرها تبقى حاجه اي كلام بالنسبه لك. انت بذمتك والله، تعالي قربي كده مني شويه، بذمتك هتعجبي بحد؟ عندك 2 ناجحين خلاص متقدمين لك، او 2 ناجحين عامه، مثلا وانت في لجنه حكم، او انت مدرسه وعندك 2 من الطلبه بتوعك قابلتيهم قدام، ايا كان، بس في 2 نجحوا خلاص. واحد ناجح علشان وارث، واحد ناجح عشان بدأ بنفسه من الصفر. هتعجبي بمين اكتر؟ مش لازم اعجاب اللي هو I wanna marry you، no. اعجاب كبني ادم، تحسي ده اللي طبعا اللي بدأ من الصفر، اختصارا للوقت يعني. صح، علشان مر بحاجات كتير، علشان فاهم الدنيا صح، علشان الواحد لما بيتحط في خبرات وبيتحط في مواقف صعبة وبيحتك بناس كتيرة قوي، منهم الحلو والوحش، بيتعلم، فدماغه شغالة. ما هو البني آدم عبارة عن ايه؟ انت عايزة بني آدم بيعرف ياكل ويشرب وينام حافظ مش فاهم؟ صح. تاني، انت المفروض تبقي في السايكل دي، اللي هو انت بتمري بالخبرات دي كلها، فانت بتبقي مش اي حد. انت بتبقيش اي حد، بتبقي واحده فاهمه، بتبقي واحده واعيه، بتبقي واحده مثقفه، بتبقي واحده قويه. فانت لما تيجي تنجحي كده، طب ما انت لما تنجحي على فكره هيبقى في صعوبات، فمش هتبقى بالنسبه لك كانك بتحط فيها اول مره، عشان انت لما كنتي تحت عديتي بيها، فهتبقي انشف من لا عشان انت فهتبقي انشف عشان انت مش اول مره تمري بيها. صح ولا لا؟ فانا مش عايزاكي تكرهي المحطات الصعبه اللي انت بتمري بيها في حياتك، بالعكس زودي بنزين. الحركه دي بيعملوا فم فم كده، وسخني وانطلقي، ما تقفيش. ليه؟ عشان تفتكري زمان كانت في حاجات تافهه قوي كنت بتعيطي وبتخافي منها، دلوقتي بقت بالنسبه لك عادي. فانت دلوقتي بقت بالنسبه لك عادي. انا مش عارفه باكل الكلام ليه. دلوقتي اللي انت بتمر فيه دلوقتي كمان شويه هيبقى بالنسبه لك عادي، فاحنا هنفضل نضيع وقت ونحط ايدينا على خدنا ليه؟ ما نخلي ده الوقود بتاعنا اللي يحركنا، علشان ما فيش وقت. ليه ما فيش وقت؟ مش عشان كل الناس بتقول كده، لا، علشان فعلا الوقت تحسه ما بقاش فيه بركه. الوقت بقى بيعدي بسرعه قوي، الوقت ما بقاش بيتحس بيه من ساعه 2020. وايوه اي بليف ان نظريات المؤامره، الحاجات دي انا بقرا فيها من اعدادي، وده حقيقي. وايامنا بتاعت زمان احلى من دلوقتي. فحاولي ان انت تبقي عنيده، حاولي تبقي عنيده وتتحدي الترللي عشان تطلعي من اليوم، وما تجيش وانت حاطه راسك على المخده تقولي يا ريتني كنت عملت كذا، يا ريتني في الموقف ده كنت اتصرفت كذا، يا ريتني لما قالوا لي نخرج كنت خرجت، اديهم انبسطوا وانا كسلت فقعدت. الكسل ده نتكلم فيه في موضوع تاني. بس استنياكم في مرة تبقوا تكتبوا لي أنا كنت بخاف من كذا، ودي حاجة بتخليني أكسل أو أقعد في البيت أو أكتئب وما أعملش حاجة، وبقيت أتحدى الحاجة دي وجيت على نفسي لغاية الحاجة دي ما بقيت عادي بالنسبة لي، وأنا بقيت ناجحة دلوقتي. يا على فرحتي. You deserve to be successful بجد. يعني لو انت كان عندك بيت abusive أو مسيء أو مهين مثلا، لو من ناحية والدك، انت تبقي ناجحة وتاخدي مامتك وتسافري، حاجات كده يعني out of the box. ما بحبش الكلام اللي هو نعيش ناكل نشرب وننام ونرضى بحالنا عايزة أقول كلام جريء والله، بس مش عارفة. بس اللي هو ايه، تبقي ناجحة وتهربي لو انت في بيت توكسيك، هاوس هولد توكسيك، مش عارفة ايه، تاخدي اللي انت الكويس اللي عايزة تنقذيه، حتى لو أخوك الصغير أو أختك الصغيرة. انت خلاص يعني محدش ليه يعني انتي خلاص بقيتي مسؤولة عن نفسك، انتي اللي بتجيبي الفلوس، انتي تقدري تعملي 1 2 3. شكرا. ما بتسمعوش قصص نجاح كتيرة ولا ايه؟